ويقف قدامك أعلى درجات الطغمات السمائية يقولوا لك قدوس قدوس قدوس، أطلع مين أنا؟ أنا إنسان خاطي ما ينفعش. قال له اسمع يا شيخ، أنا عايز أبعت حد عشان يشوفوني وأشوفهم. قال له هنازل يا رب بس أنا وحش. فأخذ واحد من السرافيم جمرة وحطها ببقه فتطهرت، وصارت رسالة أشعياء كيف يتمتع الذين في السبي بالله القدوس لكي تكون لهم شركة مع السرافيم. يعني آدم شاف ربنا هو وحواء عشان يشعروا إن العالم ده كله هدية من ربنا وهو يحب يقابلهم شخصيا. موسى شاف ربنا في وسط ايه؟ يعني زي ما بيقول سفر التكوين، يعني سحاب شديد واصوات رعد وحلب والجبال بتتهز. ايه يا رب ما تخافش، انا جاي لك عشان اسلمك الناموس وانت تسلمه للشعب. فالشعب قال له لو سمحت احنا مش هنقدر، حتى لو انت سمحت لنا مش هنقدر نطلع على الجبل. هو يكلمك وانت تكلمه، وشك بينور مش قادرين نبص لك، غطي وشك بعد ما انت شفت ربنا. ايه ده؟ نيجي ده نمرة 2 مثلا او 3. نيجي حد تاني زي ايه؟ أشعياء. ايه اللي شفته أشعياء؟ انا شفت القدوس اللي بيقولوا له السمائيون قدوس قدوس قدوس. طب ايه طلب؟ قال يقدسني ويقدس بقي وفكري واعماقي في الداخل عشان اقدر انا اكلم الشعب عن القداسه. وبقت رساله اشعياء ان ايه؟ نعمل مصالحه او لينك بين الشعب اللي في خطيته في ارض السبي وبين الله القدوس، بس هما مش هيشوفوه زي ما هو بيشوف ربنا. لما نقرا بعد أشعياء أرميا، يا ترى انت شفت ربنا؟ يقول لك يقول ده هو اختارني وانا ايه؟ وانا في البطن. انت في البطن؟ قال ودعاني ان انا اتكلم في جميع الامم والشعوب. احنا ما سمعناش عن نبي في العهد القديم ولا أرميا نفسه اتكلم عن الامم والشعوب، كلم الامم والشعوب عنه. وكشف له ربنا عن اشتياقه للمصالحة مع بني البشر وهو هيدفع الثمن على الصليب. ارتعب أرميا وهم من الشعب بيتسابوا وشاف